مقادير السفنز ما فيش اسهل منها. حنحتاجوا 4 أكواب دقيق، حنحتاجوا ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة خميرة، وملعقة كبيرة سكر، وملعقة صغيرة بيكنج باودر. حنحتاجوا كوبين مية وممكن أكتر شوية. اليوم حندير لكم أنا عجينة السفنز، اعتمدوها هي العجينة الأساسية للسفنز، بس حندير لكم يعني عجينة السفنز مش حنديروا سفنز نقلوه عادي، حندير لكم بحاجة تانية وصفتين أخرى. فإن شاء الله تكونوا سجلتوا بالورقة والقلم. هنا عندنا 4 أكواب، تبوا تدوروا، لو تبوا أصغر تقسموا المقدار على 2. هنحطوا ملعقة الملح. الملح مهم ديما على نص كيلو، هذا تقريبا نص كيلو، ملعقة كبيرة. وكشيك كبير خميرة ملعقة كبيرة. لو مش مستعجلة عليه مو تنقصوا الخميرة يعني ممكن تخلوا كشيك صغير لو تعجني قبلها فترة. ملعقة كبيرة سكر. أنا هنا حنضيف البيكنج باودر لأني مرة درت هنا عندنا الدقيق اللي هو فيه البيكنج باودر، عجنت بيه السفنز متاعي وطلع حلو، فمن يومها بالغلط يعني، فمن يومها قعدت نحط في بيكنج باودر شوية في السفنز. هنا عجينتنا نحن هيك نديروا دائرة في النص. ديما 4 أكواب نبدأ بكوبين مية، ديما النص السفنز ديما النص، وبعدين حسب الدقيق يعني ممكن نضيف فيه ربع كوب زيادة أو نص كوب يعني بعدها نضيفوا المية بالتدريج، ديما في تقريبا النص ونشوفوا. مية دافية كوبين حنحط نعجن شوية، وحنوريكم السفنز كيف ينعجن، يعني له طريقة خاصة عجنة السفنج. وحنحط توا كوب أخرى. يعني تبدأ ندلكوا فيك، نبدأ نخبطوا فيه لعند ما نحصلوا عجينة لينة هيك ينعجن السفنز. طبعا لو تبدروه بالعجانة أحسن يعني أريح. عجينة السفنز لازم تكون لينة، يعني كل ما تكون لينة كل ما النتيجة تعطيك نتيجة، تعطوكم نتيجة أحسن، يعني العجينة تعطيكم نتيجة أحسن. أنا لعن توا درت بس كبيتين، يعني العجينة متاعي قاعدة رطبة كويسة. ممكن نضيفوا شوية لو تبقوا شوية، لو حسيتوها شوية ما زالت فيها يبسة ونشوفوا شويش بشويش يزيدوا المية الأخرى. نزيد أخرى. حنستمر في الخبط زي ما انتم شايفين هيك، نحصل على عجينة ملسة. الأفضل أن نخلي السفنز تكسروا أكثر من مرة، يعني نكسر أكثر من مرة. وفي المرة الأخيرة واحدة قالت لي يعني على سر أن تحطوا المنياكة في آخر مرة، المنياكة بتعطي هشاشة للسفنز، بس أنا ما عمري جربتها، حطيت البيكنج باودر والبيكنج باودر كان كويس. هذا قوام العجينة بالنسبة لي كويس هيك. أنا حنحطها في مكان دافي ونخليه يخمر. توا عجينتي خمرت، حنحاولوا نقرصوها. نبي ندير لكم أنا حاجتين بالعجينة هذه. حنقرصها شوية كبار صغار وكبار كبار. عجينة رطبة زي ما بين عليكم، كلها فقاقيع. حنقرص وحدات بهن صغار. نبي نقلي لكم نقلي منها، وواحدة حنحطها لكم على النار. حنكمل التقريص وحنخلوها تخمر، يعني على ما كملنا تقريبا 10 دقائق ونوريكم كيف نشتغلوا فيها. خليت العجينة تخمر شوية. هو كأننا بنديروا سفنز، بس حنغيروا شوية، نديروا فروة في النص، ونديروا بالطريقة هذه زي ما انتم شايفين، ونحاول نرققها شوية، نديرها زي كعكة رقيقة هيك، يعني هيك شكلها حلو، ونخليها تنقلها.
نديروها بالطريقة هاي. السفنز بتاعنا توا انقلى. انا حاطه هنا شكاره فيها سكر ناعم وقرفه، صفيتها شويه من الزيت وبعدها نحطوه في الكيس هذا ونخلط. هيك السفنز بتاعنا قاعد جاهز. طبعا ممكن تديروا سكر عادي وقرفه، بس سكر ناعم يجي احلى. وتوا حنوريكم الطريقه الثانيه. الطريقة الثانية نفس العجينة قلنا نديروا بها حاجتين، حاجة حلوة وحاجة مالحة. أنا تعلمتها من صحابتي من الغرب. عجينة السفنز يقلوها أو يقولوا لها فطيرة، يعني زي القنان يديروها فطيرة. يعني أنا نديرها هيك وخلاص نحطها هنا نحمرها زي الخبز. حتقعد عندي خبزة، يعني ديروا كان يوم هتديروا حلو وتديروا مالح. وصلنا لآخر حلقتنا اليوم بعجينة السفنز. إن شاء الله تعتمدوها. درنا بها نوع حلو ودرنا بها الفطاير. إن شاء الله تعجبكم، وإلى اللقاء في حلقة بكرة.